تخيل معايا ولد بيجري ورا كورة في شارع مليان تراب، وسط شوارع ضيقة وبيوت بسيطة، ووسط الأطفال اللي كانوا بيلعبوا بكورة قماش. وبعد كام سنة يبقى ملك الملاعب، وأخيرا رئيس بلد. القصة دي مش خيال، دي حكاية جورج ويا. سنة 1966 في حي فقير اسمه كلارا تاون، جورج ويا اتولد. العيشة كانت صعبة، بس كان عنده حاجة واحدة بس ملازماه طول حياته: شغفه بالكورة. الكورة كانت حياته كلها، حتى لو كانت مجرد كورة قماش ملفوفة بخيط. من أول ما بدأ يلعب كل اللي حواليه حسوا إنه مختلف. سرعته، قوته، مهاراته، كلها حاجات كانت تخوف أي حد يقف قدامه. الأطفال حواليه كانوا بيجروا وراه في الشارع، والجيران كانوا بيضحكوا وبيشجعوه. وهي كان دايما بيقول لنفسه: الكورة هي حياتي، ولو ضاعت مني هتضيع كل أحلامي. وبعدين جات له فرصة أكبر. مدرب من الكاميرون شافه وقال: الولد ده مكانه مش هنا. سافر ويلعب لفريق تونر ياوندي. أول مرة يسيب بلده ويتحدى نفسه في بلد جديدة. هنا الحلم كبر، وأوروبا بقت بالنسبة له مجرد خطوة واحدة. وبالفعل أوروبا جت باريس سان جيرمان، وهنا ويا انفجر. مهارات وأهداف، طريقة لعبه كانت مختلفة عن أي حد. الجمهور كان بيقف مندهش كل مرة الكرة كانت بتبقى معوية، وفي كل ماتش الناس حواليه كانوا بيقفوا وبيقولوا له: الولد ده من عالم تاني. وبعد باريس راح ميلان، قلب إيطاليا. هنا كتب فصول الأسطورة: هداف، صانع ألعاب، واسمه يذكر جنب كبار النجوم. وفي سنة 1995، لحظة تاريخية، جورج ويا بقى أول لاعب أفريقي ياخد الكرة الذهبية. الجماهير مش مصدقة، الكاميرات كلها جت عليه. لحظة غيرت تاريخ القارة كلها. بس ويا ما نساش بلده. الحرب الأهلية مولعة، والناس محتاجة أمل. استخدم شهرته لصالح السلام، بنى ملاعب للشباب، ساعد الأطفال اللي نفسهم يلعبوا كورة، ورجع البسمة تاني للشوارع. قال لنفسه: النجاح مش بس لي، لازم يرجع للناس اللي حواليه. وبعد ما اعتزل خد تحدي أصعب: السياسة. حاول كذا مرة، وقف قدامه صعوبات كتير جدا، لكن ما استسلمش. وفي 2018 بعد كل المحاولات نجح أخيرا وبقى رئيس ليبيريا. من شارع ضيق لرئاسة بلد بحالها. القصة دي بقت أكبر من الكورة بياما. من الملاعب للرئاسة، نفس الشغف، نفس الإصرار، بس الفرق دلوقتي إن الرسالة أكبر والتحدي أعظم. جورج ويا مش بس لاعب، مش بس رئيس، دي قصة حياة، حلم، كفاح. من كورة قماش في الشارع للكرة الذهبية، ولقيادة بلد بحالها. لو القصة عجبتك قول لنا تحب نتكلم عن مين المرة الجاية، وما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك عشان قصصنا الجاية تبقى أحسن.